الكرواسون الفرنسي الجميل ميني كرواسون، حاجة كده تشرفنا في حفلاتنا وفي عزوماتنا قدام حبايبنا. وهلو هلو يا أصحابي الحلوين، وأخباركم إيه؟ وحشتوني كتير. ويلا بينا نعمل مع بعض بسرعة الكرواسون الفرنسي أو الميني كرواسون. مش هنحتاج أكتر من كيلو دقيق، 50 جرام زبدة، 20 جرام ملح، طبعا 2 محسن خبز، و2 بيضة. طبعا هنحتاج معانا 80 جرام سكر، وخميرة 20 جرام، وكمان 50 جرام لبن بودر. هنكتب كل المقادير ان شاء الله في صندوق الوصف، ويلا بينا نشوف هنركب الليلة دي ازاي مع بعض. نبدأ بقى بسم الله، ولايك لايك لايك اسفل الفيديو. بسم الله. هنفتح مع بعض كيس الدقيق وننزله في حلة العجان، او لو هنعجن على ايدينا مفيش مشكلة خالص، وننزل بكل المواد الجافة مع بعض ما عدا الملح. تمام. هننزل بيهم وبسباتولا كده او بمعلقة، وهنقلبهم مع بعض. تمام. طبعا هنحتاج معانا ميه، لكن كالعاده مش هنحط كميه الميه مره واحده، هنحطها تدريجي، عشان طبعا كل نوع دقيق بيختلف من دقيق للتاني. هنبدا مع بعض. طبعا البيض لو انتي مش واثقه انتي جايباه طازه، طبعا بتكسريه الاول واحده واحده في بوله خارجيه، وتتاكدي انها نظيفه وتنزليها على العجان. هنحط كده ذره بسيطه قوي فانيليا باودر تعلي معانا برضو الريحه، وهننزل بجزء صغير من الميه. هنسيب معانا بره الملح والزبدة. طبعا انا عارفة ان انا حاطة كمية مية قليلة، فهنحط الملح بعدين هيدوب مع باقي المية. كده لفت العجينة مع بعضها. بصوا، الميني كرواسون والعجاين في البيت من الحاجات الممتعة واللذيذة جدا. هنبدأ بعد كده نقطع الزبدة مكعبات وننزل بيها على العجين. خلينا اتكلم معاكم على اهم حاجة في العجن او في الكرواسون عموما، هو التسوية. نشتغل بسرعة عشان الزبدة ما تسحش مننا، ووقت التسوية لازم ندخل الكرواسون على درجة حرارة مش أقل 200-220. تمام. 5 دقايق كده، ونبدأ نخلي الحرارة الوسط. هنا أنا احتجت حبة مية كمان، زودت مية. تمام كده العجن خلاص. بصوا العجينة ما شاء الله ملزقة في ايدي وتمام جدا جدا. هديها بس كمان لفة، وفي الوقت ده هكون بفرد ال 500 جرام زبدة للتبنيط خارجية. هفردها كده رول على شكل مستطيل، وابدأ اطبقها واحطها في الفريزر على ما نكمل بقية الخطوات ونرجع لها. كده خلاص انا كنت وقفت العجين، وبننزله مع بعض على البورد او على الرخامة. بصوا العجينة ما شاء الله ملزقة ويعني ملبن جدا. هبدأ بس ان انا اديها بس دعكتين كمان بايديا، وافرد كيس بلاستيك او كيلينج فيلم، اي حاجة نظيفة قدامك، واحط فيها العجينة واحطها على جنب، مش تخمر لا ترتاح، على ما نجهز الحشو. تمام. هنحتاج معانا، انا هنا الجبنة دي اللي في الطبق الصغير دي جبنة رومي على موتزاريلا. ايوه الجبنة دي رومي على موتزاريلا، كانت عندي في الفريزر. انا حشوة الجبنة بعملها كده تيست مختلف، يعني مش بلتزم بصراحة بمقادير، كل واحد يحط التيست والاحساس اللي عايزه. تمام. هنحتاج، هاخد كمان مشللة، وهاخد كمان الرومي اللي هي الجبنة الشيدر المثلثات، بيبقى طعمها حلو قوي في الحشوات. لو حتى جبنة مثلثات عادي عادي جدا، دي كانت موجودة عندي في البيت فانا قلت استخدمها. جبت بقى بولة صغنونة او طبق، واعمل بقى ميكس براحتك خالص. اعملي ان شاء الله جبنة بيضة ببقدونس، جبنة بيضة بحبة زعتر وزيت زيتون بس. انا هنا استخدمت الزبدة سوري جبنة فيتا. هنزلها كده في البوله، وابدا انزل بقى بميكساتي لحد ما ادوق الطعم والتيست اللي بس هو ده الطعم اللي انا عايزاه. ممكن تحطي جبنه قريش وزيتون ومعاه مكعب زبده، ممكن تحطي رومي وشيدر بس. يعني الحشوات دي عالم لا ينتهي، وان شاء الله هنتطرق ليها مع بعض. تمام. نبدا بقى نقلب 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 لحد ما نوصل لتيست معين. على فكره ما كانش عندي زعتر، لو كان عندي زعتر كنت حطيته حلو قوي في الوصفه دي، في الحشوه دي. بس كمان حبيت ان انا ما احطش زعتر عشان يبقى افرق بين طعم البيتزا. يومها كان طبعا عاملين ميني بيتزا ونزلتها لكم، وافرق بين حشوه الكرواسون عشان يبقى الطعم مختلف بين هذا وذاك. تمام. ووقت التقطيع انا قطعته صغنون قوي،
علشان ميني كرواسون، عشان اللي هياخد قطعة يبقى داق من هنا ومن هنا ومن هنا، فاهميني؟ لكن لو عاملينه للبيت عادي او حتى صنف واحد بس في عزومة، طبعا نعمله بالحجم العادي كبير. انا كنت عاملة ضلع وقت التقطيع حوالي 9 سنتي، التقطيع في العادي حوالي 15 سنتي كده. الطعم بتاعنا جميل تمام جدا. هنبدأ بقى نرش، دي شايفين رشة الدقيق دي انا اتعلمتها الحقيقة. الفيديو ده كله برعاية الشيف احمد القاضي، استاذي بصراحة، استاذي في المعجنات. يعني الوصفة دي مش وصفتي اطلاقا، دي وصفة للشيف احمد القاضي. تمام. حتى رشة الدقيق دي بنفس الطريقة، مش ان انا اخد كده واحط تبقى كتل كتيرة في ارضية البورد، لا، يبقى العجينة اخدت دقيق زيادة عن اللي في الوصفة، وبالتالي تبقى جافة معايا. الحاجات البسيطة قوي دي بتفرق، خدوا بالكم. تمام. نتكلم كمان على ما نفرد الاول. بصوا احنا هنا هنفرد، مش هاجي للوسط، وسط العجينة مش هاجي، انا هلف حوالين العجينة واخلي الوسطانية عالية شوية، عشان لما نحط مكعب او مستطيل للزبدة واحنا بنلفه يبقى اللي على الطرف نفس السماكة للي في النص. هتفهموني دلوقتي تفهموا انا قصدي ايه. هنا عالية ازاي، كنت بوريكم انها، شوفوا هنا عالية ازاي. تمام. هنبدأ بقى نفتح مكعب الزبدة او رول الزبدة، يعني اللي كنا حاطينه في الفريزر. تمام. وننزله في وسط العجينة. تمام كده. هبدأ بقى اقلب يمين وشمال وفوق وتحت ونعمل ظرف. بس قبل ما نعمل باقي اضلاع الاظرف، نمسح كده الدقيق الزياده بالفرشه بايديكي، وتمسحي الدقيق الزياده علشان العجينه ما تتحولش انها قاسيه او يبقى فيها كميه دقيق زياده تفصل رقات الزبده من انها تعمل التوريقه الصح. تمام. وابدا بقى اقلب العجينه دي الناحيه التانية. انا هنا تعمدت على اني اعمل سرعه. لو في الصيف هدخل العجينه دي حالا على الفريزر تشد شويه، لكن انا كنت عاملاها مش في الصيف، في شهر 2. بس انا اللي اتاخرت عليكم بقى، المونتاج وكده وحاجات كده بتضيع الوقت. وكنت نزلت بسلسله للاثار، فقلت انزلها لكم. بصراحه كانت لازم تنزل في وقتها، كنت مبهوره بيها جدا جدا. بصوا احنا هنا في العجين مش بفرد، انا بحافظ على الزبده انها موجوده. ما لو رحت يمين وشمال هفرد الزبده تتفرد معايا فتتشد، فالعجين ايه اللي هيحصل، هيتقطع. فانا بنزل عليها ضربات فوق بعض كده جنب بعضها، ايوه زي كده بالظبط، وابدا افرد واحده شويه يمين وشمال. تمام. خدوا بالكم مجهود عضلي بس من ألذ وأمتع الحاجات. أنا بحب المعجنات جدا، وحاجات بتبقى جميلة قوي في قدام العزومات وقدام الناس اللي جاية لنا. ممكن نعمله كمان في رمضان، ونحشي بقى لحم مفرومة، نحشي سوسيس، نحشي حشوة فراخ بعد التسوية، يعني فراخ كده زي شاورما. هنا حبيت ان اقطعه 2. شايفين طبقات الزبدة، انا كنت بقى عايزة احافظ على الخطوة دي بقى اللي كنت بقول لكم عليها. لما قطعته 2 بقى سهل جدا. بس بدأت بقى ان انا افرده رول. لو تاخدوا بالكم كتل الزبدة ظاهرة ازاي في رقات العجين. بس انا في الحالة دي، في الخطوة دي، عايزة بقى ايوه كده اعمله بنطة كمان. اجيب يمين وشمال وبعدين اقلب ده على ده، اليمين على الشمال، يبقى انا كده معايا عملت تاني بنطة. تمام. وابدأ برضو اشيل الدقيق الزيادة حتى من تحت. لكن في الوقت ده انا بقى بصراحة كنت خفت على الزبدة لا تسيح مني. هوب قمت راح جايه واخداها وعلى الفريزر تشد شويه. تمام. بس وابدا بقى بعد كده، بصوا ابدا الفها. لا يا ربي، انا ما كنتش حاططها في الفريزر في الخطوه دي، في البنطه التانية. ابدا بقى افردها تاني رول. تمام. نتكلم على التسويه. احنا قلنا التسويه على نار عاليه قوي. تمام. 220 مثلا، 5 دقايق كده وابدا اهدي. طيب بس كده لا، كمان بحط صينيه فيها ميه مغليه، او ميه مغليه في الرف اللي تحت الصاج. يعني بحط في الارضيه صينيه فيها ميه مغليه تطلع البخار بتاعها، وانا حاطه على الشبكه الصاج اللي فيه كرواسون او المعجنات عموما. البخار ده بيطلع بقى، بيساعد جدا جدا على التسويه. يعني هنا بدات اشيل برضو الدقيق الزياده قبل ما اعمل التطبيقه الاخيره للبنطه دي. تمام. البخار ده بيساعد على التسويه جدا، وخصوصا الناس اللي هم مش عندهم تهويه مروحه في الفرن تعمل على تهويه وتوزيع الحراره. دي كانت اخر حاجه بقى. انا كده خلاص ببدأ ان انا اقطع مستطيلات حسب ما انا عايزة.
انا كنت مهتمه جدا ان انا اعمله صغير علشان يبقى شكله سواريه كده، ما يكونش كرواسون عادي. بس كده انا معايا بصوا رق مستطيل ازاي، مورقه بقى طبقات من العجين الدقيق والزبده. شايفين الطبقات صغنونه، ممكن ما تبقاش ظاهره. ايوه ظاهره ازاي ما شاء الله. ممكن ما تبقاش ظاهره الطبقات قوي معانا عشان عاملاه سواريه فمرققاه شويه. ممكن في مره تانية نعمله مع بعض يبقى ظاهر اكتر ان شاء الله، نبقى نعمله كرواسون اللي هو الحجم الستاندر الكبير. تمام. ابدا بقى بعد ما قطعته ضلعه مثلثات، ضلعه 9 سنتي عشان يبقى صغنون كده. بدأت بقى ان انا احط حشوة العجين اللي انا كنت عاملاها معاكم من شوية. ايوه في كيس حلواني كده. بصوا بقطع ازاي. تمام، علشان خاطر ادي مساحة. بصوا هنا كانت العجينة يعني عايزة تتلزق، فتتلزق بايه؟ بصمغ. الصمغ بتاعنا هنا مية هتساعد ان العجينة تلزق على بعضها. بس وبطط والف رول. اسهل حاجة للعجين للجبنة ان احنا نعملها في كيس حلواني. عايزاه بالمعلقة اوكي، لكن كيس حلواني حسيت ان هو سهل كده، هوب هوب كله ورا بعضه اتحشى. واقوم رايحه جايه قطعه بالسكينه زي ما شفنا حته من النص، القطعه اللي هي الخط المستقيم دي، وابدا الف رول واموت الحته اللي في الاخر ابططها علشان تقف عليها. تمام، هوريها لكم حالا كمان بالتفصيل. شايفين الفتافيت اللي طلعت دي ما بتتعجنش فوق بعضها كده وتتلم وتتعمل منها حاجه تانية خالص. تتعمل منها عجين برضو بس ما نعجنهاش، يعني تتحط كده على بعضها. ده باف بastry يعني مش عجاين. تمام. بصوا ببطط كده الحرف المثلث. ايوه، وابدا بقى بعد ما كنت لزقتها بالميه، دهنتها قصدي بالميه، ببدا بقى ان الفها رول ونحطها في الصاج او في صينيه الخبز على الحرف اللي هو الرفيع ده، يكون هو اللي في الارضيه. تمام. سهل خالص ولذيذ، اهي. ومن الحاجات اللي تشيل هي ايد هنا وايد هنا. على قد ما بتبقى اهي حقيقي بالراحه. متعبه بس لذيذه قوي. شوفوا انا لفيتها بص ازاي. شيل هنا، ببدا وباجي هنا كده بقى بصباعي ابطط ببدا اموت دي كده. افردها عشان لما وابدا بقى تتلف ما اجيب. تفتحش مني في الفرن. خلاص انا بشيلها كده بحطها في قلب الصاج مره تانية اهي. نلف رول والحته الاخيره نبططها او نموتها كده، هوب ناخدها كده على الصاج على طول. تمام. كده احنا هنسيبه حوالي ساعه الا ربع علشان يخمر ويرتفع. مش هدهنه خالص دلوقتي، هدخله الفرن مطفي تماما. ممكن احط معاه صينيه فيها بخار ميه بس، الفرن مش مطفي. خلاص عدت الساعه الا ربع، بجيب صفار بيضه حبه صغننين كده مقدار معلقه صغيره نسكافيه او قهوه سريعه الذوبان، اي ماركه موجوده عندنا في البيت بس طبعا بتكون بلاك. بجيب كمان معايا رشه ملح صغنونه، ولو رشه فانيليا ماشي، مفيش مشكله، هو كده كده النسكافيه قايم بدور الفانيليا. تمام. وهنحتاج بقى السر هنا طبعا حبه ميه صغننين قوي يلفوا الصفار. والسر هنا بقى في اللون الجميل اللي طالع معانا، ايوه هو ده العسل الاسود. هنحط كده مقدار معلقه عسل اسود ونبدا بقى نقلب مع بعض، قلب قلب قلب. وخلاص بقى معانا احلى خليط لتلميع المعجنات. تقدروا تعتمدوه بصوا بكل ثقه، وبفرشه بقى وبحنيه كده وبرفقه قوي علشان خاطر العجين مختمر ما نضيعش التخمير بتاعه. نبدا ندهن 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 ونرش سمنه، نرش حبه البركه حسب ما احنا حابين، ما نرشش خالص as you like. لكن بصراحه السمسم هنا احلى من حبه البركه. حبه البركه بتليق اكتر في البوريك وفي معجنات تانية نبقى نعملها مع بعض بعد كده. تمام. طبعا الفرن حالا معانا ساخن جدا جدا جدا، باكد الحركه دي. ممكن على فكره بعد الخطوه دي ما ادخلش الفرن، ادخله الفريزر، الزبده تمسك شويه وبعدين اطلع من الفريزر على الفرن ربع ساعه كده او 10 دقايق في الفريزر، ان الزبده تمسك نفسها شويه واطلعه الصاج على الفرن على طول. تمام. في الحاله دي الزبده خلاص استحاله انها تفرش مننا او تفتح او كده. الخطوات البسيطة دي بتفرق قوي قوي في الخبز وفي التسوية. الخبز والتسوية مرحلة من أهم مراحل إن الحاجة تطلع معانا ناجحة. تمام. بس كده خلاص أنا كده خلصت تقريبا كل كمية المعجنات اللي عندي، وأعمل حسابي إن يكون في مسافة واسعة بين كل خطوة بين كل قطعة كرواسون أو باتيه والتانية. ممكن على فكرة نرش على الوش جبنة شيدر، جبنة رومي. كده خلاص
طلع معانا اهو، هندخلناه كده خلاص للفرن، وطلع معانا بالفرن بالشكل الجميل ده. المقطع اللي فيه السجون بقى وهي خارجة من الفرن حقيقي مش متوفر معايا. كده خلاص كله طالع جميل جدا جدا، وتقدري تعملي سفرة كاملة بوفيه كامل لحبايبك. نحط بقى لايك ونشترك مع بعض في القناة عشان تشجعونا، ونقدر ان شاء الله نقدم كل جديد، ومعانا حاجات كتير جاية. كل سنة وانتم طيبين وحبايبكم بألف خير. لايك لايك، برعاية الله.